التلفزة ولا الراديو. في تونس الحق التلفزة والراديو ماهمش بعاد برشا على بعضهم. ملي حلينا عينينا عرفناهم مع بعضهم لاصقين الإذاعة والتلفزة. إمم. بحكم زادة كان عندنا مؤسس الإذاعة والتلفزة، مؤسسة واحدة كبرنا عليهم وتربينا على المسلسلات الإذاعية والتلفزية. وتوا بين التلفزة والراديو يعدي تونسي بريسك نهارو في شهر رمضان. الفرق بيناتهم مع بعيد كيف عوام 80 و 90. حتى من الاذاعات توا ولا عندهم بث مباشر، ولينا كلنا نتبعوا شي يصير في الاستوديو نتاعهم بفضل وجود وسائل التواصل الاجتماعي. إمم. اما كيف سالنا توانسه على اختياراتهم نلقاو كالعاده فما زوز انواع. فما اللي يقولك فديت من المحتوى نتاع التلفزه وخلينا في الراديو المحتوى خير والجوده احسن. وفما نوع الاخر اللي يقولك انا قبل الفطور نلهي روحي بالراديو وبعد الفطور نتلهي بالتلفزه. كيف جينا نسألوا أكثر نلقاو 4 ساعات و40 دقيقة هو معدل الوقت اللي يعديه التونسي في إمم. الفرجة في التلفزة يوميا في شهر اهم. رمضان. عنا زاد عامل آخر نجم نحكيو عليه وهو عامل التعدد. يعني القنوات التلفزية في تونس اللي كانت تقتصر كان على 4 تلفز، ما عندكش فيهم حتى خيار. اليوم توصل القنوات لأكثر من 17. في الجهة الأخرى عنا تنوع على مستوى الإذاعات والاختصاصات نتاع كل إذاعة. دونك نعرفوا إنه فما إذاعة ترفيهية، إذاعة اقتصادية، إذاعة شاملة. دونك هذوما الاختلافات نتاع الإذاعات. بخصوص موضوعنا اليوم لقينا إنه ما نجموش نحسموا إحنا الأمر بين الإذاعة والتلفزة بحكم اللي التوانسة إمم. مقسومين بين زوز ومقسومين زاد حسب الأوقات. باهي، وأنتِ تسمع الراديو أكثر والّا تتفرج تلفزة أكثر؟ أنا نسمع الراديو أكثر. باهي، حتى أنا نسمع الراديو أكثر في شهر رمضان. دونك كيما قلت عندنا تليفون اليوم باش نعملوا ابيل ودون سي فتحي اللي معاوي بعد لحظات باش يكون معنا المدير الوطني لقرى السويس. دونك انت الميكرو تروتوار نتاعك.